ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. إيه النهارده هنعمله احلى مخبوزات. عندنا كوبايه الا ربع زيت، عليهم معلقه كبيره سمنه، رشه ملح، معلقتين سكر، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره صلصه، صفار بيضه، ومعلقه صغيره كركم، ومعانا حبه البركه. بس قبل ما نبدا نصلي على سيدنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندنا 3 كوبايات دقيق منخولين. هنجيبه بقى بلاستيكة صغيرة، وهنحط معلقة الخميرة عليها معلقتين السكر، وهنحط عليهم كوباية مية، ونبتدي نقلب وندوب المحتويات بتاعتنا دي مع بعضها. هنحط عليهم معلقة الصلصة ونكمل في التقليب، وبعد كده هننزل بمعلقة الكركم الصغيرة ونقلب. هنجيب الدقيق بتاعنا بعد كده، بعد ما نقلب الخليط بتاعنا كويس هنجيب الدقيق بتاعنا، هنحط الزيت، طبعا كوباية الا ربع زيت وعليهم معلقة كبيرة سمنة، وبرضه هنقلبهم في بعض كده. احنا كده عملنا الخليط السائل كله مع بعضه. هنجيب الدقيق بتاعنا، هنحط رشة الملح، وهنبتدي ننزل بالخليط على الدقيق بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. هنقلب الخليط بتاعنا على الدقيق، وبعد كده نبتدي نعجن بالراحة واحدة واحدة العجينة الحلوة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا هنعجن بقى بإيدينا. انا عايزه عجينه طريه لينه. عجنتيها كده احتاجت ميه، ممكن تحتاج معاكي لغايه كوبايه الا ربع ميه او كوبايه ميه، مش اكتر. زي ما انتوا شايفين كده، انا هزود شويه ميه، طبعا كوبايه ميه. طبعا مش هتحطي كوبايه الميه كلها، هتحطي نص كوبايه الميه، وبعد كده تعجني وتشوفي العجينه في ايدك شكلها ايه. بصي العجينه بقت عامله ازاي، انا عايزاها عجينه بتلزق سنه بسيطه وطريه. هسيب العجينه تريح وتخمر، وبعد كده نرجع ناخدها تاني. هنبتدي ان احنا نقطع بتقطيعات زي ما انتوا شايفين كده، قد بعض. لو ما مش هتقدري توزني التقطيعة بايديكي او تقطعيهم قد بعض بايدك، تقدري ان انت تفرديها بالنشابة، وتقدري بالقطاعة الستانلس، ولا اي حتى لو ما عندكيش بكوباية قطعيها زي القرص الصغنونة كده، وابتدي ان انت احشيها. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعتها، وابتديت ان انا احشي الجبنه، اي نوع جبنه انت بتحبيها. انت ممكن تحطي مع الجبنه زيتون، ممكن تحطي جبنه اللي هي فيها فلفل الوان، الخلطه اللي انت حباها، او الجبنه اللي انت حابه طعمها في المخبوزات بتاعتك. هنحط الجبنه زي ما انتوا شايفين، ونبتدي نقفل العجين بتاعنا، وقفليه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهتبتدي ان انت تحط تعمليهم واحده واحده وترصي في الصينيه بتاعتك زي ما انتي شايفة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الحاجة بتاعتنا اقتصادية، موجودة في كل بيت، تقدري تعمليها لأولادك. حاجة كده للعشاء، للفطار، للمدرسة. حاجة سهلة وبسيطة. والحاجة بتاعتها موجودة في البيت، وتغيير لأولادنا. ساعات بيزهقوا من السندوتشات دي، حاجات جميلة كده يقدروا ياخدوها في المدرسة، يقدروا يفطروا بيها للعشاء، للفطار الصبح. زي ما انتوا شايفين كده انا هحط الكمية بتاعتي في الصواني بتاعتي. بس طبعا هتحطي ما بين كل واحدة وواحدة مسافة، لان هي لسه هتخمر معاكي وحجمها بيتضاعف شوية. هنجيبه بقى الصفار البيضة، هنحط رشة فانيليا عليه، وهنبتدي ان احنا نربها ونبتدي ندهن بيها وش المخبوزات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده.
طبعا في ناس بتحب حبة البركة، في ناس ما بتحبهاش. انا النهاردة بصراحة قلت هعمل حبة بحبة البركة بس من فوق الوش، وهعمل حبة بالسمسم بس عشان في ناس ما بتحبش غير السمسم، وفي ناس بتحب حبة البركة على السمسم، فانا هعمل التلات انواع. وزي ما انت حابة بقى تزيني هتزيني زي ما انتوا شايفين كده. هنكون مشغلين البوتاجاز بتاعنا على درجة حرارة 180، ونسيبوه يسخن علشان هي كده ولا كده المخبوزات بتاعتنا ما بتاخدش وقت. لو عندك الشواية والفرن بيشتغلوا مع بعض ماشي، ما عندكيش هتحطي في الفرن الاول، بعد كده تشغلي الشواية عليهم عشان ياخدوا اللون الحلو بتاع الوش بتاعهم. زي ما انتوا شايفين كده هنخلص الكمية بتاعتنا. حاجة سهلة وبسيطة واقتصادية. وادي السمسم علشان اللي ما بيحبش حبة البركة يحط سمسم من فوق الوش زي ما انتوا شايفين. ادي المخبوزات بتاعتنا بلونها الحلو الذهبي، هشة وجميلة من جوه، وطعمها روعة. حاجة بسيطة جدا وسهلة، وطعمها فعلا روعة، وأطفالك هيحبوها. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، ادي المخبوزات بتاعتنا بلونها الجميل وريحتها روعة تحفة. ده طبعا حبة البركة، انا عملت حبة بحبة البركة زي ما انتوا شايفين كده، وعملت حبة بالسمسم زي ما كنت قايلة لكم. وادي دوت اللي بالسمسم اهوت، ودوت اللي فيه حبة البركة وسمسم مع بعض، علشان برضو الأذواق على حسب ذوقك انتي. ودي الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم يكون خفيف عليكم. ما تنسوش بقى تدعموا القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا رب المخبوزات تعملوها وتطلع حلوة، وبالهنا والشفا.